السلام عليكم الاخوات ديالي والاخوان ديالي لا فامي العائله نزائر بيو. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. بالنسبه للبنات، الا عندكم مثلا شي صينيه هكا قديمه مصديه، يعني ما تلوحوهاش، انا غادي نقول لكم المهم الطريقه ديال الاجداد ديالنا كيفاش كانوا كيديروا في زمان. بالنسبه لا كانت الصينيه قديمه، يعني كينقيوها غير بالتراب. ها انتم كتشوفوا هذا راه غير التراب البنات، التراب ديال البلاد كما كتشاهدوا، والحامض. ان شاء الله انا غادي نشارك معكم الطريقه وتشوفوا الشكل النهائي ان شاء الله كيفاش غادي نرجعوها باذن الله. المهم كما كتشاهدوا كناخذوا بحال هكا طريف ديال الحامضه، كنقسموه، المهم الحامضه كنقسموه على جوج، كنديروا الطراب بحال هكا مزيان، ايوا، وكنشدوا ديك الساعه وكنحكوا بها الطبله ان شاء الله باذن الله. المهم البنات كما قلت لكم انا غادي نحكها ان شاء الله هاد الطبله مزيان بهاد الحامض والتراب ديال البلاد، وغادي نوريكم ان شاء الله باذن الله الشكل النهائي ان شاء الله ديال الطبله ديالنا كيفاش رجعت ان شاء الله. هانتوما البنات فاش يتقادا تزيدوا عاوتاني نغمسوا التراب مزيان 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 مزيان، نغمسوا الحامض هكا في التراب. هانتوما كتشوفوا التراب طبيعي ديال البلاد، وكنزيدوا نحكوا ان شاء الله هاد الطبله باذن الله باش ترجع لنا نقيه ان شاء الله. ايوا قلت لكم البنات بحال هكا وحنا مازال في تتمه تنقيه هاد الطبله هادي بالحامض والتراب ان شاء الله، وانتم معنا ان شاء الله باذن الله وقدرته يا ربي. ايوا هانتوما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال الطبيله ديالتنا اللي نقيناها بطريقه تقليديه ديال جدودنا. نقيناها بشويه ديال التراب وشويه ديال الحامض. هانتوما كتشوفوا البنات الصراحه راه نقات، ها هي. المهم انا صورتها قدامكم باش تشوفوا باش تستافدوا حتى نتوما، وطريقه بسيطه وما كتكلفش يعني الفلوس ولا شي حاجه. ايوا هي هذه الصينيه ديالنا اخوات ديالي كما كتشاهدوا، هذا هو الشكل النهائي ديال الطبيله ديالنا اللي ما كتكلفش يعني الفلوس ولا شي حاجه. طريف ديال الحامضه وشويه ديال التراب وكتحكوها، واخا تكون مصديه تكون قديمه. والمهم ان شاء الله نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الفكره وتشجعونا، وتحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.